والنهارده اعزائي المشاهدين معانا برضو حاله انسانيه زي ما وعدناكم وزي ما بنوعدكم. معانا حاله انسانيه لام مصطفى، معاها 4 من الابناء. مصطفى 18 سنه، وفاطمه 15 سنه، واسراء 12 سنه، وزياد 7 سنوات. الاربعه للاسف الشديد بيعانوا من نقص في التمثيل الغذائي، ده بدايه من الولاده. امهم راحت كشفت عند دكتور متخصص في هذا المجال، ولكن لضيق ذات اليد وللظروف الماديه الصعبه لم تقم الام باستكمال العلاج. الموضوع ده خلى الاربع اولاد عندهم تشوهات في العظام، اسنان بتتساقط، تشوهات في القدم، في الرجلين. طبعا حكايتهم هنسمعها من ام مصطفى، يمكن نلاقي دكتور كبير في هذا المجال متخصص يشوف ايه حكايتهم، يمكن نجمع لهم حل. ام مصطفى اهلا بيك. ازيك يا دكتور؟ عامل ايه حضرتك؟ ام مصطفى احكي لي الحكايه، حكايه الاربع اولاد اللي عندك 18 و15 و12 و7 سنوات وبيعانوا من المرض ده نادر. هم اتولدوا من هم صغيرين على كده. انا قعدت ابص في ايديهم وفي رجليهم ورمحت بيهم في عند جميع الدكاتره والمستشفيات وكده يعني. فقالوا لي يا ماما ده عندهم نقص في التمثيل الغذائي، لازم ياكلوا ويشربوا وكشفي عليهم وكده. وكانت الاشاعات غاليه والحاجات دي كلها غاليه، انا ما كنتش اقدر يعني ايه بصراحه يعني اكمل في الموضوع. الاربعه نفس المرض؟ الاربعه نفس المرض. بس دلوقتي انا بس اللي اقدر اعمله لهم دلوقتي ان اجبل مثلا، يقولوا لي لا ما تسيبناش وحدينا في البيت، ده ازود عليهم شغلي انا بره مع الناس يعني في البيوت وكده، زود عليهم التعب ده بس عشان مش قاعده جنبهم يعني دلوقتي. فكشفت لهم عند الدكتوره، فبتقول لي لازم ياخدوا فيتامينات اللبن والفربله والحاجات ده. هي دي بتهدي معاهم شويه، كسر اسنانهم، نظرهم النظر بيضعف والنظر بيضعف والاسنان بتوجع والتشوهات بتحصل في الاقدام دايما. بتزيد مع الوقت. بيزيد مع الوقت دايما على طول كده يعيطوا ومكتئبين دايما كده يعني زي ما حضرتك شايفهم كده اهو. بس فانا دلوقتي يعني مش عارفه اعمل لهم يعني، مش لاقي لهم لا حول ولا قوه، مش عارفه اعمل لهم يعني. البدايه كانت من الولاده ولا بعد الولاده؟ لا كانت من الولاده على طول. بس هو زاد جدا يعني. هم يعني بعض الدكاتره قالوا لي انت ما لحقتهمش ليه من الاول. فهو ده السبب يعني الاكتئاب اللي عندي، ولما كنت لحقتهم من الاول كانش حصل ده يعني، بس عشان ما فيش فلوس يعني موضوع النقص في التمثيل الغذائي ده عامل لهم نوع من انواع الاكتئاب مع تساقط الاسنان مع المشاكل الصحيه اللي في التشوهات. المشاكل الصحيه دلوقتي ممكن بطنهم في اي وقت، عينيهم، ودنهم، يعني دايما هم بيعانوا من الامراض اللي هي العاديه دي اللي بتيجي للناس دايما مصاحباهم. دايما الامراض دي مصاحباهم من النزلات والحاجات دي، عشان ما فيش مناعه في الجسم اصلا وما فيش غذاء يعني من الاول. الاب شغال ام مصطفى؟ بس هو دلوقتي يعني راجل وظهره وجعه عنده الغضروف، بس واحد عايز يشيل 10 شكاير اسمنت حاجه كده يقول لك 20 30 جنيه احسن من ما فيش. بس عنده الغضروف. عنده الغضروف، عنده بدايه غضروف، وهو يعني من الاول ما يعني ما فيش شغل اصلا حوالينا، واحنا كنا قاعدين في مكان بعيد، وعشان سبب الايجار اللي احنا فيه ده هو عشان كل شويه تاني عند الدكاتره رايحه بيهم. جيت هنا هو ب 700 جنيه قاعده فيهم يعني. ويعني مش عارفه هجيبهم منين، بس اهو سايبها على الله يعني. العلاج مستمر ولا انت بتجيب لهم علاج على فترات؟ لا مش مستمر العلاج. انا يعني كل ما امسك قرش زي كده اروح اجيب لهم، ممكن يقعدوا شهر ما ياخدوش العلاج برضه، بس بيتعبوا مني. ايه اللي بيحصل لهم لما بياخدوش العلاج؟ ما بيعرفوش يمشوا اصلا، بيوجعوا على طول ويقعدوا يعيطوا زي كده، ونفسهم تستد عن الاكل خالص، وبعد كده يخشوا بقى في نزلات حاده ويعني وتعب زي كده، ما ياكلوش ولا ما يشربوش خالص، بس يقعدوا هم يعيطوا وانا اعيط عليهم زي كده. وان جبت لهم العلاج يبقوا كويسين، يفتحوا يمشوا يضحكوا. عموما الضحك ده ما بيجيش على وشهم خالص غير لما بياخدوا العلاج ده بس. يعني هم بياخدوا العلاج بيمشوا شويه، بيتحركوا شويه، بياكلوا. بدون العلاج طبعا لا اكل ولا شرب ولا واكتئاب بكى. لو خدوا العلاج اللي هو الحاجات اللي مع حضرتك دي، ياكلوا الخضار وياكلوا الحاجه العاديه. لو استمروا فيه شهرين 3 وفضلوا مستمرين فيه ياخدوا الحاجات الخضار والاكل العادي. لو وقف العلاج اللي بتاع التمثيل الغذائي ده مش هياكلوا عيش خالص ولا طبيخ ولا خضار ولا اي حاجه. طب هم بيقضوا يومهم ازاي وانت مش موجوده والاب مش موجود وانتوا الاثنين بتسعوا عليهم؟ هم لما انا مش موجوده زي كده زي ما قلت لحضرتك عندهم هم زي الصايمين وحديهم، ما يعني ما بياكلوش خالص؟ ما بياكلوش، يشربوا ميه بس ما بياكلوش، ما بيحسوش بالجوع اصلا. بس بيتعبوا بعد كده يناموا وما يقدروش يمشوا. بس اقول له ما اكلتش ليه زاد، يقول لي انا مش قادر. تحس بايه لما بتشوفيهم كده ما بيمشوش، ما بياكلوش، مكتئبين، التشوهات اللي فيهم، اسنانهم اللي بتوجع في سن الطفوله، بتحس بايه؟ انا بص اول هام انا عارفه ان ربنا رحيم، انا بحس بدمور من ناحيتي انا، بس انا عندي ربنا طبعا رحيم وسايبه امري على الله يعني. بقول اكيد ربنا طبعا هو اللي حنين وهو اللي هيجويهم من عنده. ارفع ايد ربنا في كل اذان واقول يا رب قويهم، انت اللي عالم يعني. ان قبلت استودعهم من رب العالمين وكده، ارفع ايد ربنا واقول يا رب هم منهمش غيرك، انت الوحيد اللي عالم باللي فيهم.
سايباهم ليك يا رب. بس ما بيجيلكيش احباط كده من مصطفى في يوم من الايام؟ يعني العيال خلاص وصلوا للدرجه دي، او العيال تعبانين للدرجه دي وما فيش ظروف؟ على طول دايما يجي لي الاحباط ده، بس دايما يعني موضوع يعني ان انا دايما متماسكه بالله دايما، فعندي صبر كتير يعني في الله ان ربنا هيوقف معايا وكده، يعني زي ناس حضراتكم برضو جيتوا برضو فرحتونا، دخلت السرور علينا وكده، حاجات زي كده يعني. بس انا زعلانه عليهم يعني من جوايا، بس انا دايما امل في الله كبير. بس نفسك في ايه؟ انا نفسي يعني يتعلموا، ياكلوا هم يشربوا. يروحوا مدارس؟ بس مش يعني عايزين دمج وعايزين حاجات دي، وانا ما اعرفش يعني ايه دمج وما اعرفش موضوع الورق ده، انا ما اعرفوش خالص. انا نفسي يتعلموا ويعرفوا يقروا، عايزاهم يعيشوا بس يعني ابسط عيشه، بس مش عايزه اكتر من كده، بس عايزه ليهم الراحه يعني من عند الله، ويعني يبقوا كويسين كده، ياكلوا ويشربوا بس، بعد اللي عايزاه بس عايزاهم يعيشوا كويس، بس ياكلوا ويشربوا ويعرفوا يقروا ويكتبوا، يعدوا مرحله الخطر يعني. عايزاهم يعني في امان. عايزه مصطفى ده يعني كل شويه ماما انا نفسي في 5 جنيه، نفسي في 5 جنيه، انا عايزه شغلانه ثابته ليه. يعني اقول له يعني انا ساعات انا بزعل منه وبزعل عليه في نفس الوقت، لما بزعل منه اقول له يا مصطفى انا اجيب لك منين مثلا، وساعات بزعل عليه اقول يا بنت انت ايه اللي بتقوله له ده. هو غصب عنه، طب مريض. ما انا ساعات ببقى تعبانه نفسيا يعني، ساعات بيبقى ما معيش فلوس خالص، ساعات انا ما بيبقاش معايا الهوا يعني، ساعات ما فيش اكل بالمره، بعمل لهم سندوتشات ممكن في البيت ساعات ما بيكونش فيه اكل خالص. بتعمل ايه لما بيكونش فيه اكل يا ام مصطفى؟ واطفال زي كده في السن ده برغم مرضهم ساعات بيكونوا محتاجين ان هم ياكلوا يعني. ايوه ممكن اعمل فص توم، اعمل لهم عليهم شويه ميه من الحنفيه واحط شويه ملوخيه، ممكن اعمل لهم سندوتشات سكر في العيش، ممكن اعمل لهم شاي واغمز لهم بالعيش، حاجات زي كده يعني. بس يعني على اساس الجوع ممكن لو في ليمونه جبتها من حد ولا كده اعصر لهم يشربوا الليمون، على اساس ايه بس ما يفرفطوش مني في الارض يعني. هذه كل الفكره بس يعني اهو اقول يا رب قويهم انت من عندك يا رب. بس اشوف عندي دي عندها جبنه خضراء، الجيران هنا يعني الناس هنا وتمشي الدنيا تمشي الدنيا. بس انا ببقى ما بنامش يعني من الاكتئاب، انا ما بنامش يعني. انا دلوقتي مثلا ببقى في شغل بره، ما طب انا ماشيه، طب ده ميعادنا دلوقتي، طب انا ماليش دعوه، انا زنبيسي الناس اللي انا شغاله معاهم اقول لها معلش زي بعض الظروف، هو ده عيط عليا النهارده ضرسه وجعه يعني، على طول ماما ما تسيبنيش، يا ماما ما تسيبنيش، اديته الفرشه واديته كوبايه ماء وقعد يعمل كده بالفرشه يعني. بسايسهم، بس انا عارفه ان انا بضحك عليهم، معيش حل، معيش حل. بس هعمل ايه عشان خاطر ياكلوا ويشربوا؟ اعرف اجيب لهم فرخه ياكلوها يوم خميس، يوم حاجه ما فيش، اعرف اجيب لهم العيش. ان شاء الله رب الكبير. احنا نحاول بقدر المستطاع برضه عن طريق اهل الخير ان احنا نساعد حتى لو بصفه مستمره شهريه كده بمبلغ بسيط. وموضوع الاولاد وموضوع التشوهات وموضوع النقص في التمثيل الغذائي هنحاول برضه نعرض الامر على اساتذه جامعات كبار في مستشفى سوهاج الجامعي، وبرضه حتى لو في اسيوط، ويمكن يشوفنا الاستاذ الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعه سوهاج، والاستاذ الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعه، ويتولوا حاله هؤلاء الابناء الاطفال الاربعه اللي هم عندهم نقص في التمثيل الغذائي وبيعمل لهم تساقط في الاسنان وبيعمل لهم تشوهات في العظام، يمكن نلاقي حل. ختاما كده امنيتك ايه في الحياه؟ امنيتي ان ربنا يعني ان شاء الله باذن الله يعني يديهم العمر ويشفيهم باذن الله، ويبقوا ان شاء الله كويسين يعني زي اي عيال يعني كويسه بره. ومصطفى ان ربنا يعني يدي الصحه ويكرمه في شغلانه حلوه كده، عشان العيال بتتنمر عليه بره، العيال بتتنمر عليه، رجلك مالها، صبعك ماله انت. مصطفى يقول لهم ده مؤاخذة الكلب عضني، عربيه خبطتني، مش عارفه ايه، انت ما بتشتغلش ليه؟ يقولوا له يا أزعة مش عارف ايه، يعيطوا يعني، يقعد يعيط زي كده بره. بس ان شاء الله رب الكبير.